مش عشان انا حد بياع وماليش عزيز ولا غالي، بس عشان لما وقعت زمان ما استنيتش من حد يقول لي برافو. وقعت وقمت سندت نفسي بنفسي. لما تعبت في مشواري ما استنيتش حد يقول لي هايل. ما عملتش كده. وقعت، تعبت وقمت وعافرت. عملت كل ده لوحدي. اشتغلت على نفسي ولنفسي. عملت مني بني ادمه قويه. مش عيب ان اقول على نفسي قويه. البني ادم الضعيف لا بينفع نفسه ولا بينفع غيره. اتحطيت في اختبارات واختيارات تهد، بس عافرت عشان ابقى نسرين دي اللي انتوا شايفينها، بس محدش يعرفها. يعني تشوفوا البنت الحلوه الدلوعه اللي بتتكلم عن العلاقات، مش من فراغ. دراسه، خبرات حياتيه. مش عيب ان الانسان يفشل مره، بس العيب انه يستسلم لفشله. العيب مش انه يقع، عادي بنقع، بس الجدع القوي اللي يعرف يقوم من وقعته دي هو انضج، وهو عنده من الخبرات اللي يخليه يعرف يقف في وش الدنيا ويقول انا اهو، انا موجود. محدش فينا حياته خاليه من المشاكل ولا الصدمات، ومش عيب ان اكون حد بيعرف يستغنى. محدش لا كسر عيني ولا لو دراعي. ما برضيش حد غير ربنا ونفسي. فانا بطلة قصتي، قصه محدش يعرف عنها حاجه. شخصيتي اكيد مليانه عيوب، بس كمان فيها مميزات. الاهم بقى ان لما يبقى عندك شخصيه قويه يبقى الجانب الكويس فيها بيغلب على الجانب السيء. تبقى ساعتها بني ادم. فلو على العيوب هنعتبرها عيوب، فانا بعرف استغنى مثلا عن اي حد ما بيحترمش وجودي في حياته، او يفكر يدوس على كرامتي، او يتفه من خطواتي حتى لو خطواتي دي قليله. لان كل خطوه انا تعبت فيها. كل خطوه لو مش متشافه بالنسبه لكم فهي نتيجه تعب وسهر ومذاكره ودموع ووجع. شويه صبر وشويه امل، ان شاء الله هوصل. فانا فخوره بانجازاتي الصغيره المحدوده. مش عيب ان انا اتعلم. الاهم من ده كله ان انا الحمد لله محافظه على نظافه قلبي، محافظه على ان لساني ما يوجعش حد. امشي من حياه الناس وانا مش اذياهم، مش وجعاهم. كلامي النهارده ده ليكوا بصفتي نسرين، بس نسرين البني ادمه من غير اي القاب. عشان انا لو فكرت احط فريم كده جنب اسمي او عنوان، هكتب انسانه تستاهل تعيش. نسرين العمري.